عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اكبر كذبه بنسمعها دلوقتي هي ليه ربنا بيعاقبني، مع ان اللي بيحصل معاك مش عقاب اصلا. خليك فاهم كويس قوي ان مش كل ضغطه في حياتك عقاب. في حاجات ربنا بيمنعها عنك مش عشان يكسرك، لا عشان يحميك. في حاجات كمان بتتاخر مش عشان ربنا نسيك، لا عشان لسه ميعادها مجاش ومش وقتها خالص. ربنا قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، يعني اللي بتحارب عليه ومش بيجي ممكن يكون نجاك وانت مش واخد بالك، والباب اللي اتقفل عشان يتفتح مكانه باب تاني انت محتاجه اكتر. فالخلاصة ان ما تقولش ليه يا رب، قول يا رب قويني لحد ما افهم. الجملة دي ممكن تغير منظورك كله. اعمل لايك وشير، يمكن غيرك محتاج يسمع الكلام ده. سلام.